مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعت اليوم وياكم بفيديو جديد. قبل لا ابدي دعموني باللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل جديد. طبعا اليوم راح اسوي ايس كريم بالفستق الحلبي. الطريقة كلش سهلة وبمواد متوفرة بكل بيت. راح اضيف كوب حليب باودر، راح اضيف كوب سكر، وراح اضيف كوب من كريم الشانتيه مثل ما تشوفوه سادة لونه ابيض، وراح اضيف كريم الشانتيه كوب. هنا عندي ظرفين فانيلا، اذا عندكم فانيلا سائلة بعد احسن. راح اضيف ملعقتين شاي من السحلب او الثعلبية، تلقوها عند العطار، موجودة بشكل بودرة وبشكل سائلة. راح ابدي اخلط كل المواد. طبعا راح ابدي اضيف 4 كوب مي بارد، لازم بارد. فراح اضيف واخلط. هسه راح اخليه بخلاط العصير. هنا خليته بخلاط العصير. طبعا تقدرون تستخدمون خلاط الكيك، راح يكون اضبط عندكم، بس اذا ما عندكم تقدرون تستخدمون خلاط العصير. بطريقة كلش سهلة وكلش سريعة يصير. تظلون تخلطوه لمدة 10 دقائق تقريبا، سواء كان بخلاط الكيك او بالعصير. كل الخليط راح اضيف له فستق حلبي، طبعا حسب رغبتكم. هسه هنا راح اخليها بالفريز لمدة تقريبا 6 ساعات ضبط. هنا صارت عندي جاهزة بعد ما خليتها بالفريز، وهسه راح ابدي اصبها. ولهنا وصلت الى نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم، ولا تنسون تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. واشوفكم بالفيديو القادم، ومع الف سلامة.